تبقاش مستفز. لو انت تيم ليدر ومسؤول عن تيم، بلاش تمشي وراهم كل شويه تقول لهم التارجت يا شباب. حاول يكون عندك KPIs واضحه وتكون شغال بمعايير قياس الاداء. ما ينفعش تمشي ورا التيم بتاعك وهو عامل اللي عليه تفضل تقول له التارجت وما بتبيعش ليه. هو لو مضغوط ايراد انت كده بتضغط 24 ايراد، وصدقني ده في معظم الوقت بيجيب نتيجه عكسيه. صدقني لو فضلت ماشي بالمدرسه دي المعنويات هتقع في الارض وهيبطلوا شغل خالص. بدل من كده حاول تعمل لهم حاجه ترفع روحهم المعنويه. يعني مثلا ممكن تعملوا ورك شوب في مكان مختلف، او تقعد مع كل واحد وتعرف فين مشاكله وتعرف ايه المشاكل الحقيقيه اللي معطله عن التارجت. ويا سلام لو تقدر تعمل لهم عزومه او خروجه، او حتى تخرج معاهم وما تكونش عازم، بس لازم تحسسهم انك قريب منهم. او ابسط طريقه انك تقعد مع كل واحد فيهم وتعرفه ان رزقه كده كده جايله، ما يستعجلش، وان الانسان مهما عمل مجهود فهو بيبذل 30% بس، وال70% الباقيين دول رزق من عند ربنا. واقنعهم ان الموضوع محتاج شويه صبر، وانت اولهم لازم تصبر. وافتكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو عايز تحسن طريقه تفكيرك تابعني.